يلا فرحي أولادك واعملي لهم كوكيز للمدرسة. بنص كيلو دقيق هتعملي 100 قطعة كوكيز. أيوة زي ما انت سمعت كده، 100 قطعة كوكيز من غير بقى مكونات خزعبلية. تمام، ومش هتحتاجي تشتري من بره تاني بالأسعار الخرافية دي. لو أول مرة تشوفوني، أنا ياسمين، أتمنى تشتركي في قناتي، ويلا بينا أقولك على المقادير. هلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم امي وامتنا جميعا. يلا بينا على مقادير الكوكيز من غير اي كلام كتير. 3 كوب دقيق منخول، كوب سكر بودر، كوب سمنه او زيت وسمنه مع بعض، 2 بيضه بحراره الغرفه، شوكولاته دروبس، فانيليا، رشه بيكربوناتو، معلقتين كاكاو خام. انا هسبت لكم المقادير بالجرامات في صندوق الوصف. معانا بوله هنحط فيها كوبايه السمنه مع كوباية السكر، وهنقلب فيهم لحد ما السكر يدوب تماما. معانا بيضتين حرارة الغرفة، عليهم رشة فانيليا صغيرين، وهنضرب برضو البيض مع السكر والسمنة علشان يختفي تماما ويدينا قوام كده ايه مظبوط. اول ما البيض يختفي هنحط بقى ايه الدقيق. ما تحطيش التلات كوبايات مرة واحدة، هي اول كوباية وبعدين معاها رشة ملح، وهتضربي. انا ضربت بالمضرب او السباتشلا الاتنين عادي، وكملت بقية الكوباية التانية كل شوية كده عشان اشوف هياخد فعلا 3 كوبايات الدقيق ولا لا. انا عايزة اوريكي بقى العجينة عاملة ازاي او القوام عامل ازاي في الاخر. رشينا بقى مهم جدا رشة البيكربونات دي هيديكي نفس الطعم ونفس التيست ونفس القوام بتاع المحلات، الكوكيز بتاع المحلات اللي بره اللي احنا بنشتريها من افخم الاماكن. بعد ما شكلنا الخليط، عايزة اوريكي بقى شكله النهائي، علشان كمان تعرفي ان هو ده شكله النهائي. لكن عشان تعرفي هو مظبوط، القوام ده مظبوط معاكي ولا لا، هتاخدي قطعة وتدوريها كده في ايدك، تمام، وتبصميها كده في النص في صباعك ايدك. بصي بقى هتلاقي هنا مفيش اي تشققات نهائي. لو شققت معاكي يبقى هي مش مظبوطة، تمام. لكن غير كده هي ما شاء الله عجينة ناعمة وطرية ومن غير اي اصلا مجهود. انا قسمت هنا بقى القوام الخليط، قسمته على طبقين علشان هنعمل نص بالفانيليا ونص طبعا بالايه بالكاكاو. آه عندي رشتين معلقتين كاكاو، هنحطهم بقى طبعا ونشوف برضو نفس الاختبار اللي احنا عملناه. بصي مفيش اي تشققات نهائي. كده يبقى انت العجينه ما شاء الله نجحت او الخليط ده مظبوط معاكي. في صينيه بقى ما فيهاش اي دهون خالص، هنشكل الخليط ونحطه الكوكيز كده، هنحطها بقى في الشوكولاتة الشيبس. تمام. انا هنا عملت حوالي 12 جرام الواحدة او 13 جرام. انتي كمان ممكن تعملي نفس الحجم ده، بصراحة بيبقى حجم متوسط ومظبوط. ممكن تعملي برضو قد الغريبة كده من 8 ل 10 جرام، مفيش اي مشكلة. والله كان تحفة ما شاء الله، ويعني اللهم بارك. جربيه وقولي لي في الكومنتات ان انت جربتيه ونجح فعلا معاكي. درجة حرارة الفرن بقى هتبقى حوالي 180 درجة، 10 دقايق فقط. انت عايزاه مظبوط من 10 ل 12 دقيقة. في ناس بتحبه ليه مضغة صغننة، يبقى تقفلي عليه 10 دقايق، تمام، على حسب الفرن بتاعك 10 11 دقيقة. غير كده عايزاه يقرمش شوية، يبقى يعني هتسيبيه 12 دقيقة بالظبط، وهتلاقيه بالشكل ده. ومهم جدا ان انت تحطي الكوكيز يعني الغامق مع كوكيز الفاتح علشان تبقي عارفة السوى المظبوط. لان الكوكيز الغامق ده مش هيبان ان هو مثلا استوى من تحت او اتحرق، انت هتعرفي ده من الكوكيز الايه الفاتح. واول ما بيطلع من الفرن بتلاقيه طري شوية، ما تخافيش خالص، ما تتخضيش، سيبيه بس يبرد شوية وبألف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو ما تنسنيش بلايك وشير، سبسكرايب للقناة. استودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.